السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة تاريخ الأزهر الشريف. لماذا تم وضع حجر الأساس للجامع الأزهر في يوم السبت 4 أبريل عام 970 ميلادية تحديدا، الموافق 14 من رمضان عام 359 هجرية؟ هل كان هذا التاريخ صدفة أم خلفه سر خطير؟ الإجابة الصادمة نجدها عند أكبر مؤرخي مصر، تقي الدين أحمد بن علي المقريزي، في موسوعته الضخمة المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، والمعروفة اختصارا بالخطط المقريزية. يقول المقريزي في الجزء الثاني صفحة 273 نقلا عن مؤرخين سبقوه: وكان جوهر الكاتب الصقلي قد أمر المنجمين وأهل المعرفة بالنجوم باختيار طالع سعيد وساعة مباركة لوضع أساس الجامع. إذن السر الأول والأخطر أن الدولة الفاطمية كانت دولة باطنية تؤمن إيمانا عميقا بعلم التنجيم وتأثير الكواكب على مصائر الدول، فلم يكن بناء الأزهر قرارا معماريا، بل كان قرارا فلكيا وعقائديا بالأساس. فاختاروا يوما تكون فيه الشمس في أول برج الحمل، وهو برج ناري يرمز للقوة والانتصار، ويكون القمر في برج الثور، وهو برج ترابي يرمز للثبات والدوام. هذا الاقتران بين النار والتراب في اعتقادهم الباطني يعني دوام الملك وارتفاع الذكر وقهر الأعداء. ويؤكد هذا المعنى المؤرخ ابن تغري بردي في كتابه النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، فيذكر قصة عجيبة: أنهم غرسوا أوتادا خشبية في أرض البناء، وعلقوا على كل وتد جرسا من نحاس، واتفقوا مع المنجمين على ساعة فلكية محددة، فإذا هبت الريح وحركت الأجراس جميعا في تلك الساعة، أعطى القائد جوهر الصقلي إشارة البدء للبنائين. ومن هنا جاء اسم العاصمة نفسها، فاسم القاهرة لم يكن مجرد اسم، بل كان مرتبطا بكوكب المريخ. والمريخ كان يسمى عند العرب القدماء النجم القاهر أو الكاهرة، لأنه كوكب الحرب والدماء والقهر. فسميت المدينة قاهرة المعز، أي المدينة التي بنيت في طالع كوكب القهر والغلبة، لتكون قاهرة لأعداء الدولة الفاطمية. وهذا السر الفلكي الخطير وحده يفسر لنا لماذا أصر الخليفة المعز لدين الله في رسائله إلى جوهر على بناء الجامع الأزهر قبل بناء القصر الشرقي الكبير، قصر الخلافة نفسه، لأنهم كانوا يؤمنون أن قوة الدولة الروحية والباطنية أهم من قوتها المادية. السر الثاني من أسرار الأزهر يكمن في الحجر والقبلة، وهو سر سياسي خطير أخفاه كثير من المؤرخين. إذا زرت الجامع الأزهر اليوم ووقفت في صحنه القديم ثم أخرجت بوصلة حديثة، ستكتشف صدمة: إن محراب الأزهر الأصلي الذي بناه الفاطميون منحرف عن اتجاه القبلة الصحيحة إلى الكعبة المشرفة بمقدار 8 درجات تقريبا نحو الشرق. فهل أخطأ المهندسون الفاطميون؟ مستحيل، فهم بنوا القاهرة كلها بدقة هندسية مذهلة. الإجابة يذكرها لنا بوضوح الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي في كتابه الموسوعي حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، الجزء الثاني صفحة 145. يقول السيوطي نقلا عمن سبقه: وكان الفاطميون قد تعمدوا مخالفة قبلة جامع عمرو بن العاص،
لماذا هذا التعمد؟ لأن جامع عمرو بن العاص في الفسطاط لم يكن مجرد مسجد، كان هو الرمز الديني والتاريخي للسنة وللفتح العربي الإسلامي لمصر على يد الصحابة. فأراد الفاطميون وهم القادمون من بلاد المغرب بمذهب شيعي إسماعيلي جديد أن يقطعوا الصلة الرمزية والروحية بين المصريين وماضيهم السني، فأسسوا لهم قبلة جديدة ومحرابا جديدا وهندسة جديدة. بل إن تصميم الأزهر الأول في عهد المعز لدين الله كان نسخة طبق الأصل من جامع القيروان في تونس عاصمتهم السابقة، فجعلوا له صحنا مكشوفا تحيط به 3 أروقة، وفوق المحراب مباشرة 3 قباب متجاورة، وهو طراز معماري مغربي خالص لم تعرفه العمارة المصرية من قبل أبدا. والدليل الأخطر على أن الأزهر كان مشروعا عقائديا وليس مسجدا فقط يذكره العلامة عبد الرحمن بن خلدون في مقدمته الشهيرة في فصل في أن الدولة لها أعمار طبيعية. يقول ابن خلدون إن كل دولة تقوم على دعوة دينية أو عصبية، ولا بد لكل دعوة من بيت تجتمع فيه ومنبر تنادي منه، وكان الأزهر هو بيت دعوة آل البيت كما كانوا يسمونها. ولذلك فإن أول من صعد منبر الأزهر وخطب فيه يوم الجمعة لم يكن إماما سنيا مصريا، بل كان هو القاضي أبو حنيفة النعمان بن محمد المغربي، كبير قضاة الدولة الفاطمية ومؤلف كتاب دعائم الإسلام. وهذا الكتاب هو الدستور الفقهي الأول والرسمي للمذهب الإسماعيلي. وكانت خطبة الجمعة في الأزهر لا تنتهي بالصلاة، بل كان الخطيب يجلس بعدها ليعقد ما يسمى مجلس الحكمة، وهو درس إجباري لكبار رجال الدولة وقادة الجيش لشرح عقائد المذهب الإسماعيلي الباطني. ننتقل الآن إلى السر الثالث، وهو السر المالي والأخطر في تاريخ الأزهر. من أين جاءت ميزانية بناء هذا الصرح الضخم؟ هل من بيت مال المسلمين؟ الإجابة الصادمة نجدها موثقة في كتب التاريخ. يذكر تقي الدين المقريزي في كتابه الآخر اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء، وهو أهم مرجع عن الدولة الفاطمية، أن الخليفة المعز لدين الله حين أرسل جيشه إلى مصر بقيادة جوهر الصقلي، كانت مصر تمر بكارثة اقتصادية طاحنة. كانت البلاد تحت حكم الدولة الإخشيدية الضعيفة، وقد ضربتها مجاعة مروعة استمرت 7 سنوات، عرفت في كتب التاريخ باسم الشدة المستنصرية. فوجد جوهر خزائن الدولة الإخشيدية في الفسطاط فارغة تماما. فمن أين مول بناء عاصمة كاملة وجامع عظيم؟ يكشف لنا ابن تغري بردي صاحب كتاب النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة السر بالأرقام. يقول في الجزء الرابع: وأمر جوهر بمصادرة أموال يعقوب بن كلس البغدادي، وكان يهوديا وزيرا للإخشيد، فأخذ منه 100,000 دينار من الذهب الخالص، وهذا الرقم في ذلك العصر يعادل ميزانية دولة كاملة. والمفارقة العجيبة أن يعقوب بن كلس هذا هو نفسه الذي أعلن إسلامه لاحقا، وصار أقرب الوزراء إلى الخليفة المعز، وأول من تولى منصب الوزارة في الدولة الفاطمية بمصر. ولم يكتفي جوهر بذلك، بل يذكر المقريزي أنه فرض ضرائب استثنائية على كبار تجار الفسطاط من المسلمين والنصارى واليهود على حد سواء، تحت مسمى إعانة الجيش. والمصدر الثاني للتمويل كان أخطر. يروي ابن الأثير الجزري في كتابه الكامل في التاريخ أن المعز لدين الله عندما قرر الانتقال بنفسه من المهدية في تونس إلى القاهرة عام 362 هجرية، جاء في موكب أسطوري. يقول ابن الأثير: وسار المعز في أبهة عظيمة، ومعه 1000 جمل موقرة بالذهب العين والجوهر والياقوت، أي أنه نقل كل كنز الدولة الفاطمية الذي جمعوه في المغرب على مدار 60 عاما إلى مصر. وهذا الكنز الخاص بالخلافة
وليس مال الدولة هو الذي مول بناء القاهرة والأزهر والقصر الشرقي الكبير. إذن، الحقيقة التاريخية الموثقة أن الجامع الأزهر لم يبن من أموال الزكاة أو خراج المسلمين، بل بني من ثلاثة. نصل الآن إلى السر الرابع، وهو اللغز الذي حير الباحثين: لماذا أمر السلطان الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب بإغلاق الجامع الأزهر إغلاقا تاما لمدة 95 عاما؟ وهل كان السبب مذهبيا فقط؟ الحقيقة أعمق من ذلك بكثير، وتكشفها لنا وثيقة تاريخية نادرة. في عام 567 هجرية، الموافق 1171 ميلادية، نجح صلاح الدين في إسقاط الدولة الفاطمية نهائيا، وأعلن عودة مصر إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وإلى الخلافة العباسية في بغداد. وكان أول قرار اتخذه بشأن الأزهر هو التعطيل. وكلمة التعطيل في مصطلح ذلك العصر تعني الإغلاق الكامل ومنع إقامة الشعائر، فمنعت فيه صلاة الجمعة والجماعة، وأبطلت منه خطبة الخليفة الفاطمي، وتوقفت حلقات الدرس الإسماعيلية تماما. واستمر هذا الإغلاق من سنة 567 هجرية وحتى سنة 665 هجرية، أي في عهد السلطان الظاهر بيبرس. فلماذا هذا القرار الجذري؟ السبب الحقيقي لا نجده في كتب الفقه، بل في رسالة رسمية كتبها القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني، وهو وزير صلاح الدين وكاتب سره. هذه الرسالة أرسلها القاضي الفاضل إلى ديوان الخلافة العباسية في بغداد يبشرهم بسقوط الفاطميين. وتقول الوثيقة، والتي أوردها أبو شامة المقدسي في كتابه الروضتين في أخبار الدولتين: وقد أبطلنا من الديار المصرية دعوة الباطنية، وعطلنا جامعهم الأكبر الذي كانوا يدرسون فيه الإلحاد وينشرون منه الضلال. انتبه جيدا لكلمة الإلحاد، فالإلحاد في مصطلح علماء السنة في ذلك الوقت لا يعني إنكار وجود الله، بل كان مصطلحا يطلق على عقيدة الباطن عند الإسماعيلية. وهم كانوا يؤمنون أن لكل آية في القرآن الكريم معنى ظاهرا يعرفه العامة، ومعنى باطنا خفيا لا يعرفه إلا الإمام المعصوم من آل البيت. وهذا المذهب اعتبره صلاح الدين وعلماء عصره خطرا وجوديا على وحدة الأمة وعقيدتها، لأنه يهدم فكرة الشريعة الظاهرة. والقرار الذكي الذي اتخذه صلاح الدين أنه لم يهدم الأزهر بالمعاول، لأن هدم المساجد فتنة.